سيطرة من الدولة على القطاع الخاص، لكن في مزاحمة ومنافسة للقطاع الخاص، وده خطأ استراتيجي، خطأ جدا. ليه؟ لأن ده بيخوف المستثمرين، مش بس المصريين اللي جوه البلد، بس اللي بره. يعني أنا راجل مستثمر جاي من بره وعايز أعمل مصنع مياه معدنية، يقول لك لا ده الجيش عنده مصنع مياه معدنية، ما بيدفعش جمرك، ما بيدفعش ضرايب، ما بيدفعش العمالة، لأنه هاخد بعضي وأمشي، مش هعمل مصنع مياه. لازم نخرج الجيش من كل البيزنس ده. الجيش مش دوره إنه يخش في البيزنس، الجيش مهمته إنه يحمي مصر، إنه يطور من صناعة، يبقى عنده صناعة حربية محلية يقدر يعتمد عليها من غير ما يضطر لو زعل منه ترامب ما يبعتلوش الدبابات، لو زعل منه فلان ما يبعتلوش الطيارات. فلو احنا بنفكر بتفكير وطني، احنا نخلي الجيش يستثمر في كل الصناعات المغذيه لادواته. يعني عيب قوي ان تركيا تبقى اكبر دوله في مسيرات الطيارات، اللي هي يعني اي واحد يعرف يعملها في الجراج، واحنا ما سبقناش. يعني فالنهارده تركيا من اكبر مصدري السلاح كله، عندها الدبابه بتاعتها، عندها المدرعه بتاعتها. فهي الاعتماد على النفس، يعني بدل ما انا اخش ازاحم القطاع الخاص في البسكوت والجمبري والزراعه،